السلام عليكم. تعريف فلسفي للتيست. التيست هو أو هي حاجة ما توفاش، نقارنوا من خلالها بحاجتين: حاجة انت ما تشوفش فيها، بحاجة غامضة باش تمنع كارثة ما هيش متوقع انها تصير لشخص مجهول. هاني باش نفسر لك شنو نقصد بكل حاجة من هذا. عارف الإحساس تقعد تسجل عم تقعد تخزر لك تقول هذا شنو مهبول، هذا فاش قاعد يعني لا نهائية أو ما توفاش، على خاطر المتغيرات وسط اللوجيسيال ما يوفاوش. فرياضيا يستحيل تختبر كل حاجة. باهي شنو الحاجة ما نشوفش فيها؟ اللوجيسيال. انت قاعد تشوف الانعكاس نتاعو على الاكران نتاعك انت، لكن من الداخل ما تعرفش كيفاش مصنوع، ما عندكش فكرة شي موجود من الداخل. باهي شنو هي الحاجة الغامضة؟ الغامض لنا هما المتطلبات نتاع الحريف نتاعك. ديما نفترضوا انه الحريف عارف روحه شنو يحب، وانه المتطلبات نتاعو حاجة ثابتة، اور في الواقع هما رغبات بشرية يتغيروا. باهي شنو هي الكارثة اللي مش متوقعة؟ الكارثة مش متوقعة هما المخاطر اللي جماعة البزنس وجماعة الديف يخافوا يحكيوا عليها، وهما السيناريوهات اللي يخمم فيها مختبر البرمجيات. باهي والشخص المجهول هذا شكونه؟ الشخص هذا هو الاند يوزر او المستخدم النهائي. انت ما تعرفش كيفاش قاعد يستعملك في التطبيق هذاك او تحت اي حاله نفسيه. نجم يكون منرفز، ينجم يكون خايف، ينجم يكون اصلا ماهوش معناه البيهيفير نتاعو، التصرف نتاعو نتاع مستخدم عادي. وهكا نفهموا انه عمليه التيست هي عمليه استقصائيه لاقصى حد، على خاطر اللوجيسيال نتاعك يتاثر بكل حاجه. فهذه فكره فلسفيه على التيست عجبتني فحبيت نشرها. السلام عليكم.